السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ياسين وليد ودي قناة سايت كودر، وإن شاء الله ده هيكون أقوى كورس رياكت في الوطن العربي. أول حاجة هنشوف مميزات رياكت. أول ميزة عندنا إنها سريعة. تاني حاجة إنها component based، يعني بتعتمد على component. الكومبوننت ده عبارة عن function تعرف تستخدمه في أي مكان. تالت حاجة إنها مستخدمة في أكبر الشركات زي فيسبوك وإنستجرام ونتفليكس وشركات تانية كتيرة. رابع حاجة إنها فيها مجتمع ضخم، يعني لو سألت أي سؤال على ستاك أوفر فلو هتلاقي الإجابة بتاعته موجودة في الموقع. خامس حاجة سهولة التعديل على الكومبوننت. طبعا الكومبوننت ده بيكون عبارة عن فانكشن وتعرف تعدل عليه بالبروبس. طبعا أنا هشرح كل الحاجات دي بالتفصيل في الكورس. سادس حاجة إنها مبنية على جافا سكريبت. طبعا انت لو مش فاهم أي حاجة في المميزات فما تشيلش هم، كده كده هشرحها في الكورس. دلوقتي بقى عايزين نعرف تقسيمة الكورس هتكون عاملة ازاي. أول حاجة المستوى الأول والمستوى التاني والمستوى التالت. المستوى الأول بيكون عبارة عن أساسيات، هنتعلم فيه JSX وكومبوننتس وستيت وبروبس. والمستوى التاني هيكون المتوسط، هنتعلم فيه راوتر اللي هو رياكت راوتر وكونتكست اي بي اي وهوكس. والمستوى التالت هيكون الاحترافي، هنتعلم فيه تايب سكريبت ونكست جي اس وريدكس. أول حاجة هنجهز بيئة العمل، هننزل نود جي اس وكارسر او اي محرر اكواد انت عايزه. انا الموقع الرسمي بتاع نود جي اس هسيب لك طبعا اللينك بتاعه في اول كومنت. طبعا انت غالبا هيكون عندك ويندوز فيظهر لك بويندوز. انا طبعا عندي لينكس، انت هتدوس هنا داونلود وطبعا هتحمله زي اي برنامج. احنا طبعا مش عايزين نضيع وقت الفيديو. بعدها طبعا لما تحمله هيدخل على التيرمينال، هنقفل ده. هنكتب npm dash v اللي هي الفيرجن، هيطلع لي الفيرجن بتاعتها. طبعا لازم يطلع لك الفيرجن، هيطلع لي الفيرجن بتاعتها. طبعا لازم يطلع لك الفيرجن. بعدها نكتب نوت داش في عشان يطلع لي الفيرجن بتاع نوت جي اس. كده تمام، اتأكدنا من كل حاجة. هنقفل التيرمينال وهننزل بقى كارسر. هندخل على الموقع الرسمي بتاعهم، هيسيب لك برضو اللينك في اول كومنت. وهندوس داونلود فول لينكس. طبعا انت عندك ويندوز اغلب حاجة يعني، وهتنزله زي اي برنامج. دلوقتي بقى هنعمل اول مشروع صغير، فهنفتح البروجكت او اي فولدر عندك وهتفتح فيه التيرمينال. واول حاجة عشان نعمل مشروع لازم نكتب npm create void at latest. هيسألك شوية أسئلة، هيقول project name، هنقول له مثلا first app أو أي حاجة. وهيقول لنا select framework. طبعا في frameworks كتيرة، احنا هنختار react وهنختار جافا سكريبت. ممكن برضو تختار الجافا سكريبت التانية بس احنا هنختار دي. هيدخل على المشروع بتاعنا، هنفتحه في كارسر، هنلاقي المشروع بتاعنا اهو. اول حاجة عايزين نعرف الفولدرات دي كل واحدة بتعمل ايه. اول حاجة عندنا void.config دي ملكش دعوة بيها، وباكج جيسون الحاجات اللي انت هتحملها كلها. index.html هيكون فيها روت، كل حاجة طبعا بتتكتب هنا اللي هي محطوطة في المين، بتوصل على الروت على طول. وطبعا المين ده بيكون في الاب اللي هو فيه كل حاجة، هتلاقيه فيه الكلام اللي هنا. مثلا لو جربنا ندخل على cd first وهنكتب npm install عشان ننزل نود موديولز. طبعا مفيش اي مشروع بيشتغل من غير نود موديولز. هنستنى لحد ما يحمل. اول ما يحمل معانا نكتب npm run dev، بعدها ندوس كنترول وكليك، هيفتح لنا المشروع بتاعنا. طبعا الكلام ده جاي منين؟ لو دخلنا على كارسر هنلاقي الحاجات دي جاية من الاب. لو غيرنا مثلا اي كلمة، مثلا شلنا 2D ورجعنا للمشروع بتاعنا،
هنلاقي ان هي اتشالت. لو مسحنا كل دي هنلاقي انها كلها اتشالت. يبقى كده احنا اتأكدنا ان الكلام ده جاي من الاب، وطبعا الاب ده متوصل بالمين، والمين ده متوصل بال HTML اللي هو هنا في الروت. طبعا بقى نشوف ال index.html. اول حاجه عندنا التايتل والميتا. لو غيرنا مثلا التايتل خلينا مثلا فيرست، هنلاقيه اتغير هنا. وطبعا دي الروت اللي بيكون فيها كل حاجه، وده السكريبت هيكون ال srt main.jsx اللي هو ده. بعدها دوت جيت اجنور، ده فيه كل الحاجات اللي مش هترفع على الجيت هاب، منهم طبعا نود موديلز اللي احنا نزلناه دلوقتي. وفوقيه على طول main.jsx طبعا شرحناه، والاندكس فيه كل الستايل بتاع الموقع كله، والاب طبعا شرحناه برضو، والاب دوت سي اس اس بيكون الستايل بتاع الاب دوت جي اس اكس بس، والاسس هنحط فيه الايكون اللوجو بتاع الموقع او اي صورة. طبعا البابليك هنحط برضو فيه نفس الحكاية، والنود موديلز اللي احنا نزلناه. كده عرفنا المشروع بتاعنا، ونزلنا نود جي اس وكارسر. دلوقتي بقى الملخص، احنا عملنا ايه في الفيديو ده. عرفنا يعني ايه رياكت وليه مهم، وجهزنا الادوات نود جي اس وفي اس كود. طبعا في حالتنا احنا نزلنا كارسر، وعملنا اول مشروع رياكت. هنعمل ايه في الفيديو اللي جاي؟ هنفهم يعني ايه components، وهنعمل اول component مع بعض، وهنفهم يعني ايه JSX. وبس كده، ده كان نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك، والسلام عليكم.